ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. معلش يا جماعه بقالي فتره مش بعمل لكم حلقات جديده او ريفيوهات، معلش كان غصب عني. ما علينا، النهارده رجعت لكم بحلقه جديده، افضل 15 اغنيه دراما في تاريخ محمد حماقي. سألنا ونروح نشوف الحلقه مع بعض. يا ريت بقى لو انت لسه جديد وبتشوفني تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا بينا. هنبتدي بالقائمة بتاعتنا النهاردة، وانا يا جماعة رتبتها على حسب الاغاني الاجمد والاحلى في تاريخ محمد حماقي. ال 15 اغنية اللي انا يا جماعة بصراحة شايفهم من وجهة نظري كده، كل واحد يقول لي ترتيب ال 15 اغنية على حسب هو حابب ايه بالترتيب اللي هو حابه. حتى لو في اغاني مش موجودة في القائمة برضه حطها في الكومنتات تحت. انا حابب الموضوع وانا شايف ان هو عاجبكم جدا، فقلت اعمل لكم من السلسلة بتاعت الحلقات دي كتير جدا. والاغنية رقم 15 في قائمتنا اغنية عايزك تسمعني، وهي من كلمات امير طعيمة ومن الحان عمرو مصطفى ومن توزيع نادر حمدي. عايزك تسمعني ومش عايزك تعذرني ولا تسامح. والاغنيه رقم 14 في قائمتنا اغنيه كنت تتكلم، وهي من كلمات محمد عاطف ومن الحان رامي جمال ومن توزيع تميم. مش كنت تتكلم شايفني بسيب ايديك وبضيع. المركز ال 13 معانا اغنيه وادي حالي معاك، وهي من كلمات امير طعيمه ومن الحان احمد صلاح حسني ومن توزيع تميم. وادي حالي معاك هموت عشان انساك. وفي المركز ال 12 معانا اغنيه كان مالي، كلمات محمد عاطف ومن الحان رامي جمال ومن توزيع تميم. كان مال باللي جرالي انا. في المركز ال 11 معانا اغنيه ما تعودناش، وهي كلمات محمد القياتي ومن الحان محمد حمزه ومن توزيع امين نبيل. متعودناش نصعب على الناس. المركز العاشر معانا اغنيه خلينا زي ما احنا، كلمات رمضان محمد ومن الحان محمد يحيى ومن توزيع تميم. خلينا زي ما احنا. المركز التاسع معانا اغنيه لسه بتخاف، كلمات محمد عاطف والحان رامي جمال وتوزيع تميم. لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرت. تقريبا يا جماعه تميم يعني عامل اكتريه الشغل الجامد جدا في التوزيع مع محمد حماقي في المزيكا. من الناس اللي اشتغلت مع محمد حماقي هي وتومه تقريبا اكتر الناس اللي اشتغلوا معاه في تاريخه كله. والمركز الثامن معانا اغنيه انا لو اذيته، كلمات ايمن بهجت قمر والحان محمد يحيى وتوزيع تومه. انا لو اذيته كان عمل لي زياده عن كده ايه. في المركز السابع معانا اغنيه كان وكان، كلمات ايمن بهجت قمر والحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم. كان فترة حلوة وأحلى إحساس بالأمان. المركز السادس معانا اغنيه بعدنا ليه، من احلى الاغاني يا جماعه بجد اللي جامده جدا في تاريخ حماقي، كلمات عصام حسني والحان محمدي وتوزيع تومه. تعبت في بعدي عنك كان ناقصني حاجات كتير. المركز الخامس معانا يا جماعه ومن احب الاغاني بصراحه ليا انا شخصيا، وهي اغنيه وافتكرت، كلمات ايمن بهجت قمر والحان تامر علي وتوزيع تميم. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه. المركز الرابع يا جماعه من الاغاني اللي كانت قنبله جدا في البوم حماقي الاخير، البوم يا فاتني، اغنيه لو هتسيب، كلمات تامر حسين وانا وتوزيع احمد ابراهيم، وكانت اول مره يعمل فيها لحن الموزع احمد ابراهيم. لو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بيه. في المركز الثالث معانا اغنيه مش قادر انسى، ويا جماعه كانت بصراحه من الاغاني الناجحه جدا في البوم يا فاتني، وهي من كلمات امير طعيمه والحان احمد صلاح حسني وحماقي، اشتركوا مع بعض في لحن واحد، كانت من توزيع تميم. مش قادر انسى. المركز الثاني معانا يا جماعه اغنيه من البدايه من البوم كل يوم من ده، وكانت بصراحه من الاغاني التوب جدا الدراما في الالبوم، كانت من انجح الاغاني، وهي من كلمات امير طعيمه والحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي. هنا يا جماعه المركز الاولاني والمركز الاخير معانا النهارده هو اغنيه ما بلاش، الاغنيه من كلمات امير طعيمه والحان تامر علي ومن توزيع تميم، ومن الاغاني يا جماعه اللي نجحت جدا وكسرت الدنيا وعملت ارقام ونسب استماع عاليه جدا على كل المنصات، وكمان نزلت على اليوتيوب كسرت الدنيا بالفيديو كليب بتاعها. ما بلاش تجيب عنا تاني.
اخر مركز معانا النهارده في قائمتنا. وجد يا جماعه حماقي من الناس اللي انا بحترم ذكائها جدا، وبشوف انهم بيعملوا فعلا دايما مزيكا متطوره، دايما بيبقى شغلهم مختلف. دايما يا جماعه حماقي كان بيهتم بموضوع المزيكا. انا بتضايق من تاخير حماقي في الالبومات، يعني حماقي بس ممكن يعمل البوم بيقعد عليه مثلا 3 4 سنين، بيرجع بالبوم بصراحه يا جماعه بيبقى قنبله جدا وبيكسر الدنيا. يا جماعه جمع لكم افضل 15 اغنيه دراما في تاريخ محمد حماقي، عامل يا جماعه ال 15 اغنيه في القايمه كمان بناء مش على ذوق انا بس ورايي انا بس، كمان بناء ان هم الاغاني اللي كسرت الدنيا ونجحت جدا ولسه عايشه لغايه دلوقتي، مش مجرد اغاني اتعملت دراما واتركنت وخلاص. اللي شايف مثلا الاغنيه دي في المركز الاولاني او الثاني، كل واحد يقول له رايه في الكومنتات ويرتب على حسب هو حابب ايه ويبعت لي في الكومنتات تحت. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت استجديد وبتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحابكم قد ما تقدروا ما تنسوش. واشوفكم ان شاء الله على خير يا جماعه في حلقه جديده. شكرا.